السلام عليكم الإخوان الفلاحة. في إطار الإرشادات اللي كنقدمو للفلاحة. إن شاء الله اليوم غادي نتكلموا لكم على المساهمات نتاع الفلاحة في التغطية الصحية الإجبارية. بالنسبة لهذا الموضوع هذا، يعني مجموعة ديال الفلاحة اللي كيتسائلوا دائما يعني حول يعني المساهمة ديالهم في صندوق الضمان الاجتماعي. هنايا وزارة الفلاحة يعني قامت يعني بواحد التصنيف ديال الفلاحة، وعطتنا يعني واحد 9 ديال الفئات ديال الفلاحة. المعايير اللي تعتمدت يعني المساحة ديال الأرض اللي كيمتلك الفلاح، وطبيعة ديال الأرض، يعني واش الأرض بورية ولا سقوية. هنا الأقل ولا أدنى مساهمة اللي هي الفئة الأولى، وهاد الفئة هادي كتكون المساحة عندهم أقل من 5 هكتارات بورية، وكتكون المساهمة ديالهم 123 درهم شهريا. كندوزو للمرحلة الفئة الثانية اللي عندهم المساحة البورية بين 5 هكتارات حتى ل15 هكتار. يعني كاع الفئة اللي عندها الأرض يعني عندها بين 5 هكتار حتى ل15 هكتار كتصنف الفئة الثانية. كاين تصنيف آخر المتعلق بالأراضي السقوية. الفلاحة اللي عندهم أقل من 3 هكتارات سقوية، هادو كذلك كيتصنفوا الفئة الثانية. المساهمة ديالهم كتراوح 161 درهم شهريا. بالنسبة للفئة الثالثة كتكون من 15 هكتار حتى ل25 هكتار بورية. بالنسبة للسقوية كيكون عندنا بين 3 هكتارات حتى ل5 هكتارات، هادو المساهمة ديالهم كتكون 236 درهم. الفئة الرابعة بين 25 هكتار و50 هكتار بورية. بالنسبة للسقوية، الفلاحة اللي عندهم بين 5 هكتارات حتى ل10 هكتارات سقوية، المساهمة كتكون 284 درهم. كاين الفئة الخامسة اللي عندهم المساحة بين 50 هكتار حتى ل100 هكتار بورية. هادو كتكون المساهمة ديالهم 473 درهم. بالنسبة للفئة السادسة، هادو اللي كتكون عندهم المساحة السقوية بين 10 هكتارات حتى ل25 هكتار، المساهمة ديالهم كتكون 568 درهم. بالنسبة للفئة السابعة، هذا كيخص يعني المساحة البورية واللي كتكون أكبر من 100 هكتار. هادو المساهمة ديالهم 662 درهم شهريا. بالنسبة للفئة الثامنة كتكون المساحة يعني السقوية بين 25 هكتار حتى 50 هكتار، المساهمة كتكون 946 درهم. والأقصى يعني فئة اللي هي الفئة التاسعة واللي المساحة ديالها السقوية كتجاوز 50 هكتار، هادو المساهمة ديالهم كتكون 1135. يعني هادو معلومات ومعطيات باش الإخوان الفلاحة يعني يعرف يعني الفئة اللي كينتمي ليها والمساهمة ديال المساهمة الشهرية ديالو.